الزمالك يتعادل مع غزل المحلة في الدوري المصري. أحرز هدف الزمالك اللاعب أحمد ربيع، وأحرز هدف غزل المحلة هدف التعادل محمود صلاح. مباراة طبعا سيئة جدا نادي الزمالك، يعني مباراة أسوأ ما يكون لنادي الزمالك بعد خسارة مباراة الديربي، ديربي القاهرة، ديربي أفريقيا، ديربي آسيا. الأهلي والزمالك بيخسروا، النهارده يعتبر خسروا برضه. انا شايف ان هو خسر، يعني يعتبر نقول نادي الزمالك خسر مش اتعادل حتى. فتعادل النهارده لنادي الزمالك يعتبر خسارة بعد خسارة مباراة الديربي الاهلي والزمالك. واضح جدا ان الفرقة فيها حاجة مش مظبوطة، يعني انا شايف ان الفرقة فيها حاجة مش مظبوطة، خاصة بعد خسارة زي ما قلت مباراة الأهلي والزمالك. في حاجة غريبة جدا، الفريق واقع خالص بصراحة. يعني المفروض بعد مباراة الأهلي والزمالك، يعني المفروض كانوا يبقى في انتفاضة في الزمالك ان هو يكسب ماتش غزل المحلة، ولكن الأداء كان سيء جدا. الشوط الأول والشوط الثاني بتجيب هدف بتنام، بتجيب هدف خلاص مفيش روح، بتجيب هدف خلاص انا كسبت، وده غلط. انت جبت هدف دوس، يعني انت جبت دايما هدف دوس تاني وتالت ورابع. بتستنى لغاية ما يجي فيك التعادل، محمود صلاح احرز هدف التعادل، وبعدين بتحاول ان انت تعدل تاني المباراة وتجيب هدف التقدم. ما بتعرفش. الحلول في الزمالك مش موجودة، مفيش حلول. اللعيبة زي ما قلت اللعيبة مش هي دي اللعيبة اللي الزمالك جيبها بصراحة يعني اللعيبة اللي هي بتاعت الدوري المصري. يعني قلت الكلام دوت وايه، والناس قعدت تقول لك لا ومش لا وما ينفعش. اصل يعني الكلام واضح جدا، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده. فيعني انا مش فاهم هو نادي الزمالك انتوا مستنين ايه؟ يعني انتوا مستنين ايه؟ بس بنتكلم ومحدش بيسمع بصراحة. يعني الواحد والله بيتكلم محدش بيسمع. بس فيعني عنوان النهاردة تعادل بطعم الهزيمة لنادي الزمالك، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل وايه الاخبار، وهل هيقيلوا مستر فيريرا. معرفش، يعني انا معرفش بصراحة. هنشوف ايه الاخبار وهقول لكم على اي اخبار جديدة تنزل ان شاء الله. ولكن طبعا لو خبر مش مؤكد انا مش هقوله، زي ما انتم عارفين انا دايما بقول الاخبار لما بتاكد منها. فهنشوف ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك، وهنشوف ايه القرارات اللي هتتاخد في نادي الزمالك بعد التعادل مع غزل المحله والاداء السيء دوت. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.